بصوا احنا هنعمل قرعة على يروق المطبخ. هنشوف انا اللي هروقه ولا سهير. فمعنا الجنية، لو اجا ملك انا اللي هروقه، لو اجا كتاب سهير اللي هتروقه. فقولوا يا رب يجي كتاب عشان سهير اللي تروقه، وعشان انا روقت في الشقة كتير. طب ما انا روقت بسم معاهم. الله الرحمن الرحيم. هاتي نعمل انا بعمله حلو والله العظيم بعمله حلو. انا اللي هروق. لا هنعيد الدور تاني. هنعيد الدور تاني. هنعيد الدور تاني. طيب خلاص انا اللي هروح. لو انت معايا جدار بس استني بس هي هتساعد. استني، لا انا هعمل حاجه. انت هتعيدي تاني ولو مش هكتبها يبقى نعملها انا وانت. لا خلاص انا هعمله بس هي هتساعد. يلا. يا لهوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده معانا فيديو روتين. مش هنخش المطبخ يعني، بس مش هنعمل اكل، هنعمل فيديو روتين مع بعض كده، نشجع بعض والكسلان يقوم يتنشط كده. فاول حاجه كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على الجرس عشان يوصلوا كل فيديو جديد بننزله. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك. وبشكر كل الناس اللي دخلت عندي الجديده، كل اخواتي بشكرهم وعلى راسي، ودايما اكون تحت حسن ظنهم يا رب. وبشكر كل اللي كان معايا في القناة قبل كده، وشكر كبير لأختي وحبيبتي أم عمرو، صاحبة قناة أم عمرو برضو، يعني من الناس المحترمة جدا. بشكرها ويا رب يبارك فيها يا رب. بصوا انا هنا اول حاجة عملناها، طلعنا مع بعض للطيور نفطر الطيور. البطتين الصغيرين دول اللي شكلهم حلو دول كده لسه شارينهم صغيرين، اكلتهم وحطيت لهم مية، وكمان نضفت الارض تحت منهم. التبن كان موجعين عليه ميه، شيلته وحطيت لهم تبن نضيف، وعلفنا الفرختين الغلابه اللي لوحدهم دول. وكمان الحمام ما كانش عنده اكل، حطيت له ميه بس على ما نجيب له الاكل. زي ما انتم شفتوه كان جعان كده. وخلصنا الحبه اللي بنلفهم فوق كده على السطح، ونزلنا نشوف تحت هنعمل ايه. شغلت الاول على الغسيل، حطيت انا بغسل باريال، وده خلطة صابون كده بجيبها من بتاع الصابون، بحط منها بتساعد شوية مع الاريال. وكان عندي دور طلعته من الغسالة نشرته زي كده، وحطينا الغسيل في الدور التاني في الغسالة زي ما انتم شايفين. وكمان غسلت دورين تانيين غيره ونشرتهم كمان برضو. هنا بصوا هنروج الاوض مع بعض، وهنروج الشقه، شويه هدوم كده على السرير هنلمهم، وهنشيل الفرشه ننفضها ونفرش. يعني مش شغل جامد يعني. فنشجع. بصوا انا واحده من الناس لما كنت بسمع الفيديوهات بتاعه الروتين ديت لاي قناه يعني، والله كنت بتشجع. يعني كنت بقوم ساعة ما بشوف حد بيشتغل او كده بشجعني، وبروح جايمة اقعد اروج واقعد اشتغل واعمل. يعني الفيديوهات دي بتشجع، يعني بنشجع بعض كده بس مش اكتر. فزي ما انتم شايفين كده هنشيل الفرشة ننفضها كلها، ونرجع نفرش السرير ونوضبه. بس انا مش هطول عليكم الفيديو. بصوا معلش فصلت بس احسن في واحده رخمه عماله ترن عليا على ما رديت بس على التليفون. انا مش هطول عليكم الفيديو يعني اكتر من كده. هروج الاوضه، ومسحت الدولاب والتسريحه، ومسحت الكومودينات وكل حاجه، وظبطت الدنيا، وفرشت السرير زي ما انتم شايفين، وكنستها وروجت الدنيا وخلصتها زي ما انتم شايفين كده. وقفلنا الشباك، وعندنا الشمعة اللي على التسريحه ديت ولعتها يعني، بس ولعتها بعدها بشويه. وندخل على اوضه الابله سهير. برضو انا من كام يوم كده مغيره الملي والدفايات والحاجات بتاعت السرير دي، فالفرشه نظيفه. والشتا يعني زي ما انتم عارفين يعني مش بيكون في بهدله كتير في الفرشه والحاجات ديت زي الصيف. فهنروج كده وهنفرش لها اوضتها ونكنسها ونروجها. وهي كانت جت من الدرس يعني بعد ما روجت انا الاوض وعملت شويه شغل كده ومش عارف ايه، وهي جت بقى ايه تكمل معايا. لقيتني بصور، هي قالت هعمل عشان لقيتني بصور، بس لو ما كنتش بصور مش كانت هترضى تعمل معايا حاجه. بصوا انا هكنس الاول السجاده دي كده، بدخلها على جوه عند الاوض، وبشيل بتاع يعني التراب والحاجه اللي بتطلع منها. بعد ما
مع يعني اللي بيطلع من الاوض بشيله مع بعض. بصوا كنت واقفه بتناقش انا وهي، وبعدين قلت لها ماشي الكاميرا مفتوحه وانتي واقفه قدام الكاميرا عماله تزعجي كده. بصوا اللمامه دي عندي احلى من المكنسه الكهرباء، هي عندي من زمان وانا كنت ركناها يعني، وجيت على اول الشتاء طلعتها غسلتها ونضفتها. الفرش بتاعتها ديت بنضفها على طول، بتلم اي وبره. مش عارفه في ايه، كل شويه التليفون يرن كده. بصوا انا بفتحها كده بوريكم بعد ما كنست بالمجشه كمان. بصوا طلعت هي ايه من على السجاده، وترابه ناعمه. شفتوا اللي في الركن دي كلها ترابه ناعمه من على السجاده، والوبره فيها شعر فيها اي حاجه. والفرش دي كمان بتطلع، بفكها وبنفضها لو فيها شعر على الارض هي بتلم، وفيها فتل فيها اي حاجه بتلم كل حاجه، ما بتخليش حاجه يعني. بصوا اللي المكنسه ما بتلمهوش هي بتلم. بصوا الابله صغير بقى قالت انا هكمل عشان يعني ايه تعرفكم ان هي يعني بتشتغل وبتعمل معايا، بس ده قدام الكاميرا بس، انما ورا الكاميرا مش بتعمل حاجه يعني. لا عشان مش ابقى كدابه يعني، بتعمل برضه. بصوا هي هتروج المجلس وهتظبطه كده وتسويه، وكنسته ونروجته. انا سبت لها الكاميرا خالص، ومش عارفه كنت رحت فين، وسبت التليفون وقلت لها كملي بقى وعيشي مع نفسك كده وظبطي الدنيا. بصوا بدقنس يعني شملولة كده ايه شاطرة. انا رجعت عد تاني كنيس باللمامة برضو على الحافظة ديت، وبتنظف ما بتخليش اي حاجة. هي تروجتها وخلتها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، ومسحت الرفوف والشاشة والحاجات دي وظبطت الدنيا. وبعد كده انا كملت مكانها ترويج. قلت انا حابة وهي حابة يعني. الصراحة المجشة دي تقيلة جدا وهي مش بتقدر تمسكها، بتتعبها وهي بتكنس بيها. فقلت لها هاتي هكمل انا مكانك. وبعد كده دخلت هي على الاوض بتاعت اخواتها تروجها. دي اوضه اخوها الكبير، ادعوا له يا رب ربنا معاه وهو واللي زيه كلهم وينجحوا. هو في ثالثه ثانوي السنه دي، فادعوا له بالله عليكم دايما كده، ادعوا له ربنا يوفقه وينجحه يا رب، ويحقق له كل اللي نفسه فيه هو وكل اللي زيه يا رب. هي رتبت المكتب ورتبت السرير وكل حاجة، وانا جيت بس عملت لها الأوضة كنستها، وخلصت الأوضة دي وعملت أوضة أخوها التاني. صلوا على سيدنا محمد كده عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو عشان خاطر الأبلة سهير النهاردة، ومنها بتساعد يعني معايا. وزي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده ما رضيتش تروج المطبخ، وما كانش فيه، هو كان مكركب كده بس ما فيهوش مواعين كتير. شويه كوبايات بالليل شربنا حلبة، شربنا مش عارف ايه كده، والجو الساقع اللي انتوا عارفينه ده. والصبح برضو شاي وحاجه بسيطه يعني، كلها كانت كوبايات وحاجات. فقلت لها روجي، لا هتروجي، لا مش مروجه، لا مش عارف ايه. فالمهم قلت لها هنعمل جرعة ونشوف مين اللي هيروق. بصوا هي الشقة التانية ديت المطبخ ده انا مخصصاه للفرن والخبز وكل حاجة. هنا الدقيق بتاعي كله مستفاه، والرز والمناخل والمطارح وكل ما يستلزم الخبيز والحاجات دي بعمل كل حاجة هنا. الكرتونة دي انا خابزة فيها عيش من اللي هو الناشف اللي بنخبزه على المكنة دي كده ومغطياها. وكنا روجنا الشقة دي والشقة دي، وزي ما انتوا شايفين المطبخ بصوا مكركب، بس هو المواعين مش كتير، بس هو مكركب بس كده. فروجنا زي ما انتوا شايفين. وبعدين قلت لها هنعمل جرعة ونشوف مين اللي هيروج المطبخ. فللأسف الحظ جه عليا انا اللي روجت المطبخ، بس هي ساعدتني يعني للأمانة، هي ساعدتني فيه زي ما انتوا شايفين. بصوا هللت بقى وانبسطت وهاصت وفضلت اقول لها نعيد الدور تاني تقول لي لا، نعيد الدور تاني تقول لي لا. فهي بصوا للامانه يعني هي لمت كل المواعين حطتها في الحوض، ومسحت البوتاجاز ومسحت الرخامه وروجت الارضيه كده وكنستها وروجتها. وانا غسلت المواعين وكملت زي ما انتم شايفين كده، بس انا غسلت المواعين ورجعت بقى بعد ما غسلتهم مسحت الرخامه تاني ومسحت الدنيا كده وروجت الدنيا. وكمان عملنا لهم صينيه كيكه ياكلوا منها، بس ما صورتهاش صراحه. انا صورتها بس كده بعد ما طلعناها من الفرن في اخر الفيديو، بس ما صورتش الكيكه ان يعني عملتها كتير، وهي نفس المقادير اللي بنعمل بيها، كوبايه لبن وكوبايه سكر
كوباية لبن وكوباية الا ربع زيت وكوباية ونص سكر او كوبايتين على حسب السكر ما انت بتحبها مسكرة يعني ولا سكرها يعني مظبوط كده. انا بحط كوباية ونص سكر وكوباية لبن وكوباية الا ربع من الزيت واربع بيضات والفانيليا ومعلقة من الخل، وباخد البيكنج باودر ورشة من الملح وكمان اللهم صل على سيدنا محمد ما بعيرش الدقيق، يعني انا بحط الخليط وبنخل الدقيق عليها على قد ما بتاخد معايا. و اللهم صل على سيدنا محمد. وبقلبها وبنعمل، انا عملتها لهم النهارده يعني شكلين. اخدت نص العجينه عملت نصها بني ونصها ابيض زي ما هي، وشكلتها في الصينيه زي ما هتشوفوها معايا كده. بصب كبشه من الابيض وعليها كبشه من البني، كبشه من الابيض وكبشه من البني، فبتديني لون اللي هو التايجر، الكيكه التايجر دي. فزي ما انتم شايفين ومسحت الرخامة وروقت الدنيا. وبصوا الشجرة دي مرمرية، بنحطها على الشاي، وكمان النعناع حطهم في برطمان في مية كده بنحط منهم على الشاي. وحطيت الجزازة وتتملي بقى احطها على المبردة، وروقت البوتاجاز وروقت المطبخ وروقنا الدنيا زي ما انتم شايفينها. وهقوم بعد كده انشر باقي الغسيل اللي طلعته من الغسالة. ودي الكيكة اهي زي ما انتم شايفينها، بتصب كبشة وكبشة بتطلع شكلها حلو، كمان طعمها بيكون ابيض مع بني بيكون طعمها حلو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.